السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوقات كتير بنكون عاوزين نشغل فلاش الموبايل بسبب إن الكهرباء قطعت أو اللمبة اتحرقت، أو حتى أساسا إننا رحنا مكان مفيهوش كهرباء، فبنحتار نشغل الفلاش ازاي. طب مين هيساعدنا؟ في حد متعلم يشغل الفلاش ازاي نتعلم منه؟ فأنا النهاردة هعلمكم الطريقة وهخليك تشغل الفلاش وتطفيه بنفسك أكتر من 3 مرات لحد ما تحفظ الطريقة وبمنتهى السهولة. بص يا صاحبي، انت عشان تشغل الفلاش في زرار باور، في موبايلات بيكون زرار باور هنا على اليمين او على الشمال، او في بيكون بصمة هنا على الشاشة، او بيكون هنا بصمة على الجنب، او بيكون بصمة في الخلف هنا. ايا يكن الطريقة اللي انت هتفتح بيها الموبايل، المهم ان انت هتفتح الموبايل عن طريق مثلا زرار الباور. هتحتاج تنور الشاشة، بعد كده هتشد الشريط لفوق كده وهتكتب الباسورد او النقش بتاع موبايلك. بص يا صاحبي، هتفتح الموبايل كده، هتنزل شريط الاشعارات اللي فوق ده، هتلاقي بص حاجه اسمها كشاف. بص يا صاحبي، اول ما تضغط عليه كده انت شغلت الفلاش يا صاحبي. بص، هنغلق الفلاش كده. بص كده اغلقنا الفلاش، كده شغلنا الفلاش، كده اغلقنا الفلاش. بص يا صاحبي، تدوس كده تشغل الفلاش، تدوس كده تطفي الفلاش. وبس يا صاحبي، دي طريقة تشغيل وإيقاف الفلاش بنفسك. ولو في أي حد بيمر بأي مشكلة أخرى أو أي حاجة يكتبها في الكومنتات، وبإذن الله هعمل له عنها فيديو. وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.